صباح الفل، صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا جميل. اللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليكم، وحشتوني جدا. معاكم مروه العزب، رقم من موبايل 010 164 62507. الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. بصوا حبايب قلبي، انا داخله اتكلم. كل سنه وانتم طيبين. اولا اليومين دول شتا جامد قوي قوي قوي، مستغربه جدا، بس كل سنه وانتم طيبين. النهارده داخله اكلمكم في موضوع مهم يا جماعه. بيحصل مع، انا لقيت الموضوع مش بيحصل مع واحده ولا اتنين، ده بيحصل مع عدد كبير قوي من الستات. واحده بتقولي انا عايشه مع جوزي 13 سنه يا مدام مروه، وانا سايبه البيت من اول رمضان، وعندها 3 اولاد. 13 سنه عشره عمر. دول عشت معاه كام سنه كويسين في الاول، بعد كده هو كان هربان من الجيش فاتحبس. من ساعة ما اتحبس، السنة اللي قعدها في الحبس طلع من الحبس إنسان تاني خالص. قلت لها ازاي؟ عشت معاه بقية العمر ده كله إنسان تاني ما تعرفوش ازاي؟ مش فاهمة الكلمة. قالت لي بصي يا مدام مروة، الإنسان ده طالع شاكك فيا، لدرجة لو سلمت على أخويا وبصته شاكك فينا، في بينا علاقة. هو دلوقتي بيشك بينه وبين أبوه، علاقة بينه وبين أخوه. خرجت وجيت، كلمت بتاع طماطم فلفل، أي حاجة، أي طلبات للبيت، يبقى بينه وبينه علاقة. بينه وبين أبوه علاقة، بينه وبين أخويا أنا علاقة، بينه وبين أي شخص في البيت علاقة. قلت لها طب انت ما قطعتيش الشك باليقين، واي خروجه او اي مروح او مجيه بتاخدي اخته معاكي او اي حد بحيث يوضح له الامور ليه؟ ما تخلوش يشك فيكي. اي حاجه هو يشك فيها اعملي الصح، بحيث ان هو ما يلاقيش اي مخرج او ما يلاقيش اي حاجه يتهمك فيها. قالت لي عملت. دايما ان هو بيشك، دايما يقول لي ايه قابلتيه، ايه كلمتيه، ايه قعدت مع ابويا. بيقول لك انا بحس ان هو من ساعه ما راح الموضوع ده اللي هو قعد فيه سنه ده، وهو الناس بقت تقول له جوه او تشككوا فينا، فطلع انسان تاني. تقول لي يا مدام مروه اعمل ايه؟ انا سايبه البيت من اول رمضان، وسايبه عيالي كمان له، وخايفه على عيالي وعايزه ارجع بيتي. اعمل ايه؟ زهقت خلاص، جبت اخري. بيشك فيا ليل ونهار. وقفت في بلكونه شك، كلمت اخويا شك، كلمت اي انسان، اي راجل على وجه الارض في شك. حتى ابوه بينه وبينه علاقه. انا تعبت، ما عدتش قادره استحمل. بالله عليكم يا جماعه تردوا عليها في التعليقات، لان هي بتقول لكم ردوا عليا، قولوا لي اعمل ايه. حب بيتي وحب عيالي، لله الامر من قبل ومن بعده. انتوا تكتبوا يا جماعه تعليق للبنت دي بالله عليكم، او للست دي. سلام عليكم.